مساء النور والسرور على عيون كل من يشوف الفيديو. أتمنى الاشتراك بقناتي يوميات لولو نفس الاسم والصورة على التيك توك. رابط قناتي موجود بحسابي على التيك توك بالبايو. طبعا روتيننا معروف، كل يوم أول ما نقعد نطبخ على المطبخ، نعزل بالليل، نقعد الصبح، ولكن يعني معزلين ومنظفين بالليل، بس اليوم شوية أقل، يعني مو مثل كل مرة. وأنظف المطبخ، غسل المواعين، وأنظف على مود أسوي الغدا. اليوم طبعا مقررة أسوي مقلوبة. حضرت المواد، كل مرة أنا أسويها دجاج، يعني دجاج أجيبها أقطعها وأسويها، بس هالمرة شايفة بعض الناس يسوونها بصدر الدجاج بس، قلت خلي أجربها. مثل ما تشوفون غسلت المواد وحضرتهن. شرت البطاطا. أول شي الدجاج أقطعه وأخليه على النار على مود لما أكمل شو اسمه المواد أسويهن أقطعهن ويكون تقريبا سوا. خليت عليه بهارات فلفل وكاري، ماجي ورقار، ملح وكركم. خليت الدجاج لما يستوي، حضرت الزيت على مود أقلي المواد وأبلش أقليهن. الطماطة أنا ما أقليها، أخليها بآخر شي بالجدرية. أقلي الباذنجان، البطاطا، الفلفل، البصل، الطماطم. منها أجي أصف المواد أخليها أول شي على مود هي حتى تستوي. أصلا هي ما يراد لها أسوي. يعني الدجاج تقريبا ما بقى شي يستوي، أخلي اللي ينشف المي على مود أحمسه. أروح أسوي التمن. أنا حاضرة التمن أسويه، ما راح أخلي زيت، يعني ما أكثر زيت من أسوي التمن، لأن شنو المواد كلها قلي، كلها يعني مليانة زيت، فأخلي زيت قليل للتمن. خليت عليه بهارات مغلوبة وماجي وملح، أحمسه شوية بالزيت ويا البهارات. بعدين أخلي عليه مي وأخلي ليه ما يستوي، أروح أكمل المواد. تقريبا المواد كملت قليهم، بقى بس البصل لما يكمل التمن ينشف المي. يعني أول ما ينشف المي أنا أخلي أصفط المواد بالجدرية الأخرى وأخلي التمن عليهن، يعني ما أخلي إلا يستوي. أول ما ينشف من المي أفرقه على المواد. مثل ما تشوفون بنات، أول شي صفت الطماطة، ما قلتها ولا سويت لها أي شي، أخليها مثل ما هي. أول شي أخليها يلعن على مود حتى تستوي. أما باقي المواد كلها مقلية، فخليت الطماطة وخليت فوقها البطاطا والباذنجان في الفلفل والبصل والدجاج. التمن تقريبا قرب يعني يخلص المي، بس يخلص المي أول ما ينشف رأسا أخليه فوق المواد بالجدرية الأخرى. هسه نشف المي مال التمن ورغته فوق المواد بغير جدرية على مود يكمل سوان ويا المواد. مثل ما قلتلش إن الطماطة ما مستوية، بس ما قليتها، خليتها أول شي بالجدرية. فهسه شنو أخلي على نار هادية يستوي التمن وتستوي المواد، ولما يكمل سويان أرجع المواعين اللي صار إني سويت الغدا أرجع أغسلهن وأنظف المطبخ. كملنا شغلنا بالمطبخ، أروح أشوف رقيتي ألغي نظرة عليها. شوف بنات كورانة، والله شكلها صاير حيل حلو. ونرجع الغدا، نكمل الغدا، نروح نحط الغدا ونتغدى. تقريبا الساعة صارت بالوحدة، وكان شكل مقلوبتنا اليوم. شوفوا البنات، الطماطم ما سويت لا قليتها ولا شي، بس طلعت شلون مستوية ولاشعة. يعني مو على مود أني سويتها، بس حيل طلعت طيبة. سهمنا وسهمكم ألف عافية.
أشوفكم بخير ومع ألف سلامة.